بصوا بقى الشنطه دي فيها فيل. الشنطه دي فيها ايه؟ الشنطه دي فيها ايه؟ فيها فيل. يلا بينا نشوف الشنطه دي فيها ايه. صباحكم فل، صباحكم عسل، صباحكم ورد، صباحكم شهد، صباحكم نادي بنور الله. شهد عليكم. تعالوا يا جماعه اتفضلوا معانا. بصوا النهارده بقى صاحيه متاخر، فقلت بقى اعمل كوبايه قهوه عشان اظبط بيها مزاجي، ومعايا برضو حاجه حلوه. بصوا معايا ايه؟ معانا دلوقتي كنافه وبسبوسه. بصوا عامله ازاي. طبعا انا عايزه اقول لكم ان انا ايه يعني لحقتها من ايد عيالي عشان اعرف اعمل ايه كوبايه قهوه معاكم ونفطر ايه بسبوسه. عايزه اقول لكم تحفه خطيره. عاملين ايه واخباركم ايه؟ طبعا اللي بيحب القهوه يعني مزاج الصراحه. القهوه مع البسبوسه على الصبح تحفه. النهارده بقى عندنا شغل كتير. بصوا بقى انا ودلوقتي هوريكم كنافه كمان. عايزه اقول لكم الحاجه عنده تحفه والله بجد. بصوا كنافه اهو، شايفين؟ طبعا يعني انا لحقت الكنافه والبسبوسه دول عشان الحق بس اصور معاكم كده ايه فيديو زي ما انتم شايفين معايا. تعالوا يا جماعه اتفضلوا معايا والله مش حاجه تغلى عليكم. عاملين ايه واخباركم ايه؟ حاجته تحفه بجد. نشرب بقى قهوتنا ونظبط مزاجنا وكملوا معايا بقى الفيديو للاخر. ما تروحيش في اي حته، كملي معايا الفيديو للاخر. مين عايز ياكل بسبوسه او ياكل كنافه؟ نشرب القهوه واقول لكم هنعمل ايه النهارده. كملوا بقى معايا اليوم للاخر. هتقول لهم ايه يا دودو؟ تعالي سلمي عليهم. قبل ما تخرج من الفيديو ارجعي ورا كده، ارجعي ورا. قبل قول ما لهم تخرج عاملين من ايه؟ الفيديو قول لهم عاملين ايه اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ بص بقى. بس هاتيها، سيبيها عشان القفص مفكوك. تعالي كلميني. العصب بتاع القرف بتاكل. باكل كنافه طبعا. واحده قفشتني دلوقتي بقى وانا باكل الكنافه وبنشرب القهوه. عايزه اقول لكم عشان افوق لازم اشرب كوبايه القهوه الاول. بالنسبه لي انا هديكي، بالنسبه لي انا هدوقك. بص انا دايما كده مع عيلي بسم الله ما شاء الله بيحبوا الحاجات المسكره وكده، بس انا ببقى مش عايزه اخليهم يكتروا منها عشان السكريات كتير غلط وكده، فاهميني؟ وعشان طبعا ما نتخنش طبعا. بس عايزه اقول لكم اللي هي الكنافه حلوه، بس اللي عجبتني اكتر البسبوسه. خديها هتدخلي دي جوه، دخليها جوه، دخليها ما تاكليش منها عشان انا عارفاكي. الجو النهارده حلو، امبارح الجو كان حر جدا. خدي دول البسبوسه. ايه رايك في البسبوسه؟ تحفه صح؟ انا عايزه بس اقرب لكم الكاميرا واوريها لكم. بصوا مليانه مكسرات جميله ومش غاليه على فكره. دفعت في مسكن، دفعت في مسكن و تعالوا اتفضلوا معانا. اسمه كنافه وبسبوسه. اهو شايفين العلبه من ورا؟ حاجته تحفه. بس وعدك بقى انا هديكي، لما توعدك انا هديكي. نعمل معاكم بقى ان شاء الله روتين جامد جدا بدون تشجيعي. طبعا كل ام طبعا عندها عيال طبعا في المدارس، ربنا يعينك. مش لوحدك اللي عندك عيال في المدارس، احنا برضو كان عندنا طبعا منا في المدرسه اهو. ربنا يبارك يعني. سلام عليكم. ايه؟ هم كويسين؟ حطوا لايك. تعالى واقف البسبوسه. ايه رايك؟ بامانه اكتر بقى وارجع لكم تاني. بينا بقى على الشغل التقيل اللي ولا بيخلص ولا بيميل. عايزه بقى تسميها تنظيفات عيد سميها، عايزه تسميها تنظيفات مثلا بتاعت الاسبوع سميها، بس يلا بينا نتشجع مع بعض.
يلا بقى نسمي بسم الله ونصلي على الرسول، ويلا بينا بقى تنظيفات عميقة كده للبيت وننضف البيت. وطبعا انتوا عارفين العمال ما بتخلص. وطبعا لكل واحدة مكملة معايا لغاية دلوقتي ما تنسيش اللايك، كومنت حلو. ولو اول مرة بتشوفيني النور ودي قناتي، اتمنى كده تشتركي في القناة. وطبعا بسلم على حبايبي واخواتي اللي دايما كده مشرفيني ومنوريني، وكل اللي بيكتب لي كومنت حلو بيكبر بخاطري، ربنا يكبر بخاطركم ان شاء الله زي ما تكبروا بخاطري باذن الله. طبعا بقى كان بقالي فتره كبيره ما بصورش معاكم في اوضه النوم عندي، فحبيت بقى ان انا اصور معاكم. شايفين كميه التراب في الاوضه عامله ازاي؟ عايزه اقول لكم ان انا كل اسبوع بعمل العمله ديت، بمسك المقشه وبفضل اكنس التراب زي ما انتم شايفين كده. وطبعا بقى بقوم جايبه ميه بحط فيها برسيل جل، وبقوم ماسكه حته وبقوم ماسحه الخشب، تمام، عشان خاطر ان انا ما بهدلش الدنيا، وفي نفس الوقت انا بكنس التراب اللي بيبقى على الخشب والحاجات دي، تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا ربنا يعين كل ام ويعين كل اب على المسؤوليه اللي علينا. خلاص يعني فاضل ايام بسيطه والعيد يخش علينا، وطبعا يعني بجد ربنا يقوي كل واحده والله على المسؤوليه اللي هي شايلاها. يعني انا واحده من الناس، عندي منة في سنه تانية ابتدائي دلوقتي امتحاناتها. انا عارفه انا اتاخرت عليكم في تنزيل الفيديوهات، عندنا امتحانات وعندنا مراجعات وعندنا امتحانات اللي هي بتاعت التقييمات بتاعت الاسبوع ديت. يعني بجد ضغط على العيل بطريقه مش طبيعيه، وضغط على يعني ضغط على العيل، وضغط طبعا على الاهل كمان. وطبعا مش بتروح مدرسه بس، بتروح دروس كمان، فالوقت معايا ضيق جدا. وبالذات ان انا برضو اليوم دلوقتي يعني احنا مش عايزين يوم 24 ساعه، احنا عايزين يوم 48 ساعه بامانه. عاملين ايه واخباركم ايه؟ النهارده بقى قلت خلاص كفايه كسل، يلا قومي تشجعي كده وافتح معاكم كاميرا واشجعكم انتوا كمان تخلصوا بقى الروتين اللي وراكم. ما تروحيش في اي حته، الفيديو النهارده هيشجعك، يخليكي تقومي كده تشجعي وتظبطي وتخلصي كل الحاجات اللي وراكي وكده، تمام. كملي بقى معايا الفيديو للاخر. طبعا زي ما انتوا كنتوا شايفين في الاول، بنفض الاول وبشيل التراب الاول من على الخشب ومن على الحاجه، وبعد كده بقى جبت الميه وحطيت فيها برسيل جل زي ما انتوا شايفين والحته، ورحت ماسكه بقى الحته الخشب كلها اللي في الاوضه زي ما انتوا شايفين معايا كده. طبعا لو توصل معايا لغايه هنا ما تنساش اللايك، ما تنساش كومنت حلو، ولو اول مره بتشوفني ما تنساش برضو تشترك في القناه عشان يوصلها كل جديد. طبعا انا بفصل معاكم الكاميرا وبكمل انا مع نفسي. عملت طبعا بقى اللهم صل على النبي السرير، وبعد كده بقى عملت الشباك. يعني انا بمسك الحتت اللي فيها الخشب وبقوم عاملاها، فاهميني؟ زي ما انتوا شايفين معايا كده التسريحه بتاعتي كانت متبهدله، عشان خاطر ان انا كنت بقالي فتره كبيره مش مادة ايدي فيها وكده، فقلت بقى اروقها معاكم. عايزه اقول لكم الميه مع البرسيل الجل بتنضف اي حاجه. وطبعا انا عشان دايما بحب دايما انا اهوي الشقه، وبحب دايما افتح الشبابيك، ففي تراب بيخش الشقه، فاهميني؟ فهنا بقى قلت يلا على طول ننضف التسريحه والرواقه ونظبطها مع بعض وكده. وطبعا يعني ربنا يقوي يا رب كل اب وكل ام على المسؤوليه اللي هم شايلينها، وعلى المصاريف، وعلى على الحياه الصعبه اللي الواحد بقى عايشها دلوقتي غير الاول. يعني دلوقتي بقى الواحد عليه ضغط غير الاول. بحس ان كل ما مثلا عيالنا يكبروا، كل ما المسؤوليه ما بتكبر، وكل ما بيبقى عليكي حاجات كتير بتزيد اكتر واكتر عن الاول، وتفكيرنا بيتغير، فاهميني؟ فربنا يا رب يعين يا رب كل ام وكل اب يا رب. زي ما انتم شايفين معايا هنا انا عملت بقى اللهم صل على النبي المرايه. بس بعد كده بمسك حته قطن وبقوم ماسحه المرايه نفسها. يعني بعد ما بعملها بالميه والبرسيل الجل، بقوم ماسكه بقى حته قطن وبقوم عاملاها. وطبعا بقى هنا كانت الحاجه بتاعتي كان عليها تراب برضك، عشان كان بالي بقول لكم بقى فتره ما بمدش ايدي فيها وكده، فقلت بقى نروق ده كله مع بعض، تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انتوا عاملين ايه واخباركم ايه؟ طبعا اللي عندها طبعا عيال طبعا كبار، دي ربنا يقويها، لان خلاص الامتحانات مع العيد الكبير. طبعا كل سنه وانتم طيبين.
فربنا يا رب يقوي كل ام يا رب، ويقوي كل اب، ويعين يا رب كل الناس على اللي هم شايلينه يا رب، اللهم امين. هنا بقى انا كنت نفضت السرير بقى مع نفسي وخلصته، وبعد كده رحت بقى ايه طلعت ملايه وقلت بقى ايه افرش ملايه نضيفه. عايزاكم بقى تنتظروا ان شاء الله الفيديوهات الجايه، هنجيب بقى حاجات جديده للعيد ان شاء الله. بتاع دوت عايزه اجيب ملايات جديده للعيد، عشان انا بقالي فتره كبيره ما بجيبش ملايات. كل الملايات اللي انتوا شايفينها معايا دي بتاع الجوازي، فقلت بقى اغير شويه واجدد ونجيب ملايات جديده مع بعض باذن الله. وعايزه برضو اجيب حافظه ايه افرشها ان شاء الله على العيد وكده. هنا منى بقى كانت بتجهز عشان كانت رايحه الدرس، كان وراها درس طبعا، يعني احنا كل يوم دروس فاهميني. فهنا بقى كنت بعمل معاكم المخدات زي ما انتوا شايفين كده. طبعا اللي بتوصل معايا لغايه هنا مش هفكرك ما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات. بصوا بقى الشنطه دي فيها فيل. الشنطه دي فيها ايه؟ الشنطه دي فيها ايه؟ فيها فيل. يلا بينا نشوف الشنطه دي فيها ايه. طبعا بقى انتوا عارفين ان خلاص العيد فاضل عليه كام يوم ويجي، تمام؟ فقلت بقى ايه ادلع نفسي واجيب حبه حاجات كده ليا انا والبنات. طبعا شايفين الشمس داخله علينا وكده. يلا بقى نشوف الشنطه فيها ايه. بصوا اول حاجه جبتها كان البتاع دوت بليز بلاش. عايزه اقول لكم ريحته جميله، وبصوا من تحت عامل ازاي في لمعه، شايفين ريحته حلوه جدا وثابته. بالذات دي يا جماعه كانت بكام؟ كانت ب 85 جنيه. دي اوريجينال على فكره، ثابته معايا 24 ساعه. عايزه اقول لكم ريحتها جميله، ريحه الورد شايفين. يا لو تعرفي تاخديها سكرين شوت وتجيبي زيها تحفه، يعني ارشحها لك وبقوه كمان. بصوا بقى جبت ايه كمان. جبت توك لمنى ووعد لبناتي. بحب ان انا ايه كل فتره كده ادلعهم واجيب لهم حاجه ايه يعني يفرحوا بيها وكده، فاهمين؟ ايه رايكم؟ حلوه. وجبت برضو، كنت عارفين ان الجو حر، وطبعا ان انت بتاع دوت النظافه الشخصيه دي حاجه مهمه جدا، فلازم دايما ان احنا لازم نهتم طبعا بالنظافه الداخليه والنظافه الخارجيه، ما تهتميش بس بالنظافه الخارجيه بس، تمام؟ بالذات في الصيف وفي الحر. فكان لازم طبعا ان انا اجيب طبعا بقى ايه ركسونه، بس دي مش ركسونه، دي مزيل عرق، تمام؟ اهي عايزه اقول لكم ان هي مستورده، حاجه نظيفه جدا وحلوه، وفي نفس الوقت ريحتها ثابته 48 ساعه. دي كانت ب 50 جنيه يا بنات. عايزه اقول لكم ريحتها حلوه جدا وثابته، يعني لو تاخديها سكرين شوت وتجيبي زيها تحفه بامانه. عارفين انتوا من فتره يعني هي مش مشتريات كتير، بس يعني اللي هو ايه بنحاول ندلع نفسنا او نظبط نفسنا حتى لو بحاجه بسيطه، فاهميني؟ جبت شيفنج، شايفين اهو. عايزه اقول لكم الشيفنج دي طبعا مش اي حد بيعرف يستخدمها، وطبعا لازم لما تيجي تستخدميها تخلي بالك كويس جدا عشان دي فيها موس زي ما انتم شايفين. طبعا هي عشان محطوطه لسه في العلبه، اما اجي استخدمها معاكم ببقى اصور لكم ان شاء الله، اوريكم ازاي بتستخدموها. انا قبل كده استخدمتها بس ما كنتش عارفه استخدمها صح، عورتني هنا وعورتني هنا وعورتني في ايدي وكانت شغلانه. طبعا بتستخدمها للايد مثلا، للرجل، للوش، الحاجات دي مش حاجه تانية، فاهميني؟ وجبت كمان جبت ماسك القهوه. عايزه اقول لكم المحل اللي انا رحته دوت كان عامل عروض، تمام؟ التوك دي كانت ب 20، التوكه كانت ب 20، تمام؟ اسمه ايه بيدس بلاش دوت كان ب 85، ده كان عليه عرض، تمام؟ والركسونه كانت ب 50، مستورده يا بنات مش مصريه، تمام؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب الفيديو كده يعجبكم ان شاء الله كده، ويشجعك ويحمسك ويخليك انت تتنشطي وتخلصي كل اللي وراكي. طبعا ربنا يعين كل واحده على اللي هي شايلاه، عشان خاطر ان احنا في ايام مدارس وامتحانات ودخلة عيد، تمام؟ فربنا يعين يا رب كل ام على المسؤوليه اللي هي فيها. طبعا انا منها في سنه ثانيه، فعندنا امتحانات دلوقتي ومراجعات، عشان كده انا اتاخرت عليكم في تنزيل الفيديوهات، بس ان شاء الله ناخد الاجازه باذن الله ونعمل فيديوهات صح الصح. ما تنسيش باللايك لحد لو وصلت لغايه دلوقتي، ما تنسيش اللايك وتكتبي لي كومنت حلو. ولو اول مره بتشوفيني انا نوره ودي القناه بتاعتي. بصوا برده دوت ماسك للبشره بالقهوه. قلت برده ان انا اعمل ايه، اعمل برده ماسك كده للبشره، عشان انتوا عارفين من الصيف للشتاء البشره بتبقى بهتانه شويه، تمام؟ ندلع نفسنا شويه كده وندلع عيالنا حتى لو بحاجات بسيطه. في حاجات تاني برده جبتها هفرجها لكم، او اشوف لسه مش عارفه الفيديو اللي بعده على حسب الفيديو، يعني لو لقيت الفيديو طويل ممكن ما ايه اخليها الفيديو اللي بعده، تمام؟ ايه رايكم بقى في المشتريات اللي انا اشتريتها ديت؟ طبعا الرعايه طبعا والاهتمام بالنظافه الشخصيه دي حاجه اساسيه، بالذات لما نكون في الصيف، تمام؟ الاهم من الشغل تظبيط الشغل. ايه رايكم بقى في الاوضه بعد ما خلاص ظبطتها وكنستها بقى مع نفسي وروقتها؟
هنا بقى دخلت بقى على اوضه البنات، اوضه منا ووعد. عايزه اقول لكم من الارض حرفيا، لو انا كنت صورت لكم الارض انتوا كنتوا هتصدموا من المنظر. هدوم بقى على كتب على ورق، انتوا عارفين طبعا البنات وكده، والسراير كانت متبهدله وكده. تمام. هنا بقى قلت يلا بقى ايه نظبط الاوضه والرواقه هي كمان. وهنا طبعا جبت بقى الحفه بتاعتهم دي. الشمس طبعا كانت ضاربه في الكاميرا زي ما انتم شايفين معايا كده، فقلت يلا بقى ايه نطلعهم كده في الشمس عشان خاطر ان هم ايه يتعقموا وكده. طبعا الجو ساعات بيسقع وساعات بيحرر، فانتي مش عارفه تسقعي يعني تخففي ولا تقلي. فعشان كده انا ما شلتهمش، قلت لما الجو يحرر قوي هبقى خلاص بقى كده ايه اغسلهم واشيلهم. تمام. وطبعا بننزل الصيفي طبعا بقى، وبنشيل الشتوي، والدنيا طبعا بقى ايه خربانه. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى كنت زي ما انتوا شايفين معايا كده غيرت الملايات، بشيل الملاية وبنفضها وكده، وبعد كده بقى ايه بحط ملاية نظيفة. والسرير التاني نفس الكلام، بس السرير التاني بقى الملة كانت واقعة، فانا عملت السرير الاولاني قدامكم والتاني عملته بقى مع نفسي وكده عشان الفيديو ما يطولش عليكم. ويا رب الفيديو كده يشجعك ويحمسك ويخليكي تقومي كده تشوفي اللي وراكي، ويديكي كده جرعة نشاط، ولو الشغف عندك يعني قليل يرجعلك الشغف من اول وجديد. عاوزة اقول لكم الفيديو مش روتين بس، عملت معاكم اكل كمان. عملت لحمة. تمام. بحب دايما ان انا اشوحها الاول قبل ما اسلقها وكده. عاوزة اقول لك اللي ما بيعملش الطريقة دي فايته كتير، يعني هتشوفي معايا التريكات دلوقتي. طبعا كل واحدة طبعا شاطرة في مطبخها، وكل واحدة طبعا بتعرف تعمل اكل حلو. تمام. بس في ساعات واحدة مثلا بتعمل تريكات واحدة تانية ما بتعملهاش، فبتختلف في الاكل، بتختلف في الطعم، فاهميني؟ والنفس طبعا بيختلف من شخص لشخص وهكذا يعني. هنا بقى زي ما انتم شايفين خلصت الملايات ورحت بقى ايه بفرش زي ما انتم شايفين معايا كده. عايزه اقول لكم طبعا يعني اي اوضه فيها اطفال ربنا يا رب يخليهم لنا يا رب، لازم دايما يوسخوا، لازم دايما يبهدلوا، واحنا دايما ايه ننظف ونظبط وراهم. زي ما انتم شايفين انا خلاص كنت خلصت بقى ودخلت بقى على المطبخ، وقلت يلا بينا بقى ايه اشجعكم وتشجعوا معايا وتشوفوا بقى انا عملت تشويحة اللحمة ازاي. انا عملت طبعا طاجن بامية باللحمة وكده، بس حبيت ان انا اصور معاكم اللحمة وانا بشوحها الاول، وطبعا بولع على مية مغلية جنبي عشان تسهل سواها على طول. تمام. هنا زي ما انتم شايفين اللحمة كانت حلوة تستاهل بقكم بأمانة. واللهم صل على النبي كان حاطط لي حتة دهنة بره الميزان. الدهنة دي انا ما برميهاش، الدهن دوت انا بحوشه في كيس لما نيجي مثلا نعمل كفتة. تمام. عايزه اقول لكم بتخلي الكفته في حته تانية، لان كفته يعني الدهون على طول معروفه. تمام. هنا بقى سيحت السمنه ورحت نازله بحته اللحمه زي ما انتم شايفين اللي هي بتاخد صدمه. لما تاخد صدمه كده بتخلي الاكل ليه طعم واحلى بكتير قوي لما تبقى مسلوقه بس كده. وتحبشي بقى الايه الشوربه، بتعملي بقى تحطي قطايه، تقطعي بصلايه، تحطي ورق روري دوت. تمام. تحطي حبهان. يعني عايزه اقول لكم التركات دي الصراحه بتفرق في الشوربه عامه يعني، واحنا من الناس اللي بنحب نشرب الشوربه. تمام. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم وشجعكم وحمسكم تقوموا تخلصوا اللي وراكم، وان شاء الله كده تكونوا استفدتوا منه باذن الله. طيب يلا كده. انا مش هقلك خالص على فكره. طبعا لما بتعملي الطريقه ديت انت بنفسك هتلاحظي الفرق، بس ما بحطش الملح دلوقتي خالص، الملح بحطه وهي خلاص داخله على السوا. تمام. طيب يا رب الفيديو كده يكون عجبكم وشجعكم وحمسكم. هنا بقى كانت خلاص كانت خدت غلوتين وابتدت تعمل شوربه زي ما انتم شايفين. وهنا انا عملت بقى طاجن باميه مع نفسي، وعملت بتنجان مخلي اللي يستاهل بقكم. تعالوا يا جماعه اتفضلوا معايا والله مفيش حاجه تغلى عليكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم كده وحمسكم وشجعكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع الف سلامه.